السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض المايونيز في البيت بنفس القوام بنفس الطعم الرائع زي جاهز بالظبط، ومكونات متوفرة في كل بيت، مش مكلف خالص خالص، وبطريقة سهلة وبسيطة. ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه كده المكونات بتاعتي النهارده عباره عن بيضتين، عندي كوبايه ونص من الزيت النباتي اللي ملوش ريحه خالص، وعندي 3 معالق كبار من الخل، ومعلقه كبيره من الخردل البودر، ونص معلقه من الملح. وفي الخلاط بتاعنا كده هبتدي انزل بالمكونات. نزلت هنا بالبيضتين، وكمان هنزل بالخل، وهنزل بمعلقه الخردل ونص معلقه الملح. خلاص تقدري تستبدلي الخردل بمعلقه مستردة لو متوفره. وهنبتدي نخلط المكونات بتاعتنا كويس جدا في الخلاط. وبعد ما خلطنا المكونات بشكل كويس جدا هنبتدي ننزل بكوباية ونص من الزيت، بس طبعا مش دفعة واحدة زي ما انتوا شايفين، هننزل خط رفيع خالص كده من فوق لغاية لما نخلص كل كمية الزيت اللي معانا، وبيتقل معانا وبنوصل للقوام ده. ودلوقتي يكون المايونيز بتاعنا خلاص خلص وجاهز معانا. تقدري كمان تضيفي عليه معلقة كبيرة من عصير الليمون لو بتحبي الطعم يكون لاذع شوية. خلاص، والخطوة دي بتكون اختياري على حسب الذوق. وبس كده، وصفتنا النهاردة خلصت، والفيديو كمان خلص معانا. ووصفة بسيطة وسهلة وموفرة. واشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.